الأفكار الوسواسية مازال داخل عقلك، وانت اللي شحنتها بطريقة تفاعلك وحوارك وخوفك من هذه الأفكار الوسواسية، وغذيتها وضخمتها ولات جزء منك وثبتها في عقلك، وتقول بلي سيطرت عليا وقهرتني وتعبتني نفسيا. أنا راح نفهمكم ونقنعكم وراح نبسط لكم الأمور باش ترتاحوا. في بدايتها راح بداتكم بفكرة سلبية. معناتها فكرة سلبية قادر يكون عندك صدمة طفولة ولا صدمات ولا ضغوطات، ولا فت بفترة تاع خوف من أعراض ولا أمراض ولا فقد ولا حزن ولا موت. هذه الفكرة السلبية إذا طولت وكثرت في التفكير تاعها وحديثك وخطابك مع عقلك بخوف وبتوتر وقلق، هذه الفكرة السلبية راح تزيد 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 في العمق تاعها وتضخمها وتغذيها، تولي جزء من عقلك وتثبتها وتصدقها. بعدين الشيطان راح يسرسل معاك بفكرة وسواسية، وانت بخوف وحديثك الداخلي وتوتر وقلق راح تولي عندك أفكار وسواسية، بمعنى أنك شحنت عقلك أفكار سلبية ووهمية ووسواسية أنت المسبب فيها، ودخلت في دوامة وتقول باللي قهرتني وتعبتني نفسيا، وتدخل في أفكار وسواسية بأشكال وأنواع وأصناف كامل تعرفوها: وسواس المرض ولا وسواس الموت ولا وسواس الجنون ولا وسواس الإيذاء ولا وسواس النظافة ووسواس العقيدة. تقول واحد راه يحكي معايا مانيش في الواقع تاعي، كامل تعرفوا هذه الوساوس. راح نبسطكم الأمور. هاني جبتكم قرعة أعمى راهي صافية ونقية، إذا فتحتها وخليتها ودخل فيها جسم غريب ولا حاجة سوداء، مع الوقت راح يتلوث هذا الماء. إذا حبيت تصفيها وتنقيها زيد لها برك ماء صافي وراح تتصفى وتنقى. نفس الشيء إذا أنت ولا أنتي لوثت عقلك وشوش ذهنك، فقط استرسل معاه بأفكار إيجابية وغير طريقة التفكير وحديثك النفسي يكون تحفيزي وإيجابي. مع الوقت هذيك الأفكار السلبية لازم تخرج من عقلك، وعقلك يستوعب هذا الحديث الإيجابي وراح يستعيد العافية تاعو والحيوية تاعو والقوة تاع العقل تاعك. تدريجيا راح ترتاح. فرق برك اني بسطت لك الامر، تابع وواصل وداوم وتقبل هذيك الافكار الوسواسيه السلبيه اللي خرجت، لانك راح ترتاح منها تدريجيا بكل بساطه. اذا فهمتني طبق راح ترتاح باذن الله. سلام.